السلام عليكم ورحمة الله حبايبي الجمال. رجعت لكم تاني بكوكيز معمول بطريقة جامدة جدا عشان خاطر المدارس وعشان خاطر أولادنا والسعرات الحرارية ودخول الشتاء، واتعمل بطريقة جامدة جدا. وبصوا يا جماعة السوا فوق وتحت ولا هش جدا. وبصوا الموضوع عامل ازاي، حاجة بسم الله ما شاء الله. بس أهم حاجة نكمل الفيديو للآخر عشان في أسرار في الشغل وفي تريكات، واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناة استسمحوا يشترك، ونبدأ الفيديو بتاعنا على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل لكم وصفة جميلة جدا. انسوا أي كوكيز اتعلمتوه، هنعمل كوكيز صحي عشان خاطر أطفالنا والمدارس. يلا بينا. اللي معانا على بركة الله 1 كوباية عسل أسمر زي ما حضراتكم شايفين أهو. والعسل الأسمر ده يا حضرات مفيد جدا جدا جدا، وهنعمل النهاردة كوكيز صحي وحاجة بسم الله ما شاء الله. تاني حاجة معانا 1 بيضة أهي بسم الله أهو. يبقى نزلنا بالعسل ونزلنا بالبيضة، وهننزل بذرة الفانيليا دي، وهننزل بذرة الملح أهو. بنقلب العسل الأسمر مع البيضة مع الملح مع الفانيليا، وأول ما كله يتجانس كده مع بعضه بصوا يا حضرات ده حاجة بسم الله ما شاء الله هتعجب حضراتكم. واستسمحكم بقى اللي ما اشتركش في القناة استسمحوا يشترك ونشير الفيديو عشان يوصل أكبر عدد والكل يستفيد. هننزل بكوباية السمنة أو كوباية زبدة سايحة أو سمنة واتيفر. هنقلب كده الكلام الجميل ده كله مع بعضه أهو. بعد كده هننزل بالاربع كوبايات دقيق بسم الله، نفس كوبايه العسل والسمنه هننزل بيها. ادي الدقيق اهو، كل حاجه قدام حضراتكم اهو. نزلنا بالدقيق. بعد كده هننزل بالبيكنج باودر اللي معانا اهو. ده الشوكليت شيبس ده حضرات هنحتاجه بعدين. هنقلب الكلام ده كله مع بعضه، وزي ما انتم حضراتكم شايفين بصوا كده العجينه اصبحت جاهزه معانا، لا زودت ولا نقصت. واول ما تبقى معانا بالشكل القمر ده هنبتدي نكورها ونيجي في قلب الشوكليت شيبس كده ونروح منزلينها ونروح رافعين وحاطينها زي ما هي كده. بلاش نبطها عشان خاطر هي هتفرش لوحدها وتدينا الشكل الجميل. نعمل واحده كمان مع بعض. هنكمل الكميه وندخلها الفرن على 160 درجه تقعد معانا حوالي 17 دقيقه، وهننتظر مع بعض تقفيل الكميه. وكده يا حضرات انتهينا من الكمية بسم الله. حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنسويه على 160 درجة من 15 إلى 20 دقيقة على السلك الوسطاني، وننتظر مع بعض السوا على بركة الله. وخرج يا جماعة الكوكيز من الفرن. بصوا بسم الله حبيبي يا رسول الله السوا فوق وتحت عامل ازاي بسم الله ما شاء الله. هنسيبه مع بعض يبرد وازاي نقدمه. يلا بينا. كانت نهاية يا حضرات بسكوت الكوكيز. اتعمل بطريقة ممتازة جدا، وانسي اي طريقة عملتيها. ودي كانت نهاية وصفتنا النهاردة. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناة استسمحوا يشترك ونشير الفيديو عشان يوصل اكبر عدد. وحبوا بعض في الله، تعيشوا سعداء مدى الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.